النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض معشوقة الجماهير الماربل كيك اللي كلنا بنحب نعملها ودايما بناكلها في أي كافيه. الماربل كيك هنعملها النهاردة بطريقة بسيطة وسهلة كالعادة. عارفيني ما بحبش التعقيدات ولا المكونات الغريبة، كل حاجة موجودة عندنا في البيت. هقولك تراكس تطلع معاكي طرية وتقعد معاكي لأكبر وقت ممكن في البيت طرية، وتطلعي أحلى ماربل كيك. يلا بينا يا ست الكل. اول حاجه كالعاده بوله ناشفه ونظيفه بنزل فيها ب3 بيضات في درجه حراره الغرفه، كوبايه من السكر الابيض، 3 باكت من الفانيليا، وهبتدي ان انا اضربهم بالمضرب الكهربائي لغايه ما اوصل لقوام كلنا حفظنا كريمي فاتح. وقلنا ده بيكون مسؤول ان الكيك يفضل هش اطول وقت ممكن. بعد كده هنزل بربع كوباية من اي زيت نباتي ما يكونش له ريحة. المقادير دي انا بعمل قالب اللي انتوا هتشوفوه معايا تقريبا ده مقاس 20، لو حابة تعملي صينية كبيرة فانتي هتضاعفي الكمية. بعد كده عندي هنا نص كوباية من الحليب، معلقتين كبار من الزبدة او السمنة، بحطهم على النار عشان انا بحب اعمله بكيك الحليب الساخن. بجد بيطلع كيك من اروع الكيكات واطراهم على الاطلاق. هنا هنخل المكونات الجافة بتاعتي، كوباية ونص من الدقيق الابيض، ومش هنسى طبعا رشة الملح بتاعتي، ومعلقة صغيرة مليانة من البيكنج باودر، ومش هننسى شوية الخل اللي بيزودوا من تفاعل البيكنج باودر معايا وبيخلوها هشة لأكبر وقت. بعد كده هبتدي أقلب زي ما انتوا شايفين. أنا بسمي الطريقة دي اسمها طريقة الفولدنج، أو إن أنا بجيب من تحت لفوق في اتجاه واحد. ليه؟ عشان أحافظ على الهواء اللي أنا دخلته، عشان تفضل مرتفعة وترتفع معايا في الفرن وما تهبطش معايا. بعد كده بنزل بالمكونات السائلة اللي احنا سخناها من شوية زي ما انتوا شايفين تكون سخنة جدا، وبرضو هبتدي ان انا اقلبها بنفس الطريقة. بعد كده سر الطراوة اللي احنا قلناه كذا مرة في كذا فيديو، معلقة كبيرة من ايه؟ من القشطة البلدي. على فكرة القشطة البلدي او الويبنج كريم طبعا بتخلي الكيك طري جدا وبتديله كده طراوة، وبيقعد اكبر وقت معاكي، ممكن يوصل ل3 و4 ايام الكيك بتاعك طري جدا. بعد كده بقسم الخليط لكميتين، نصين تلتين وتلت على حسب ما تحبي، وهبتدي احط ربع كوباية من الكاكاو الخام واقلب بنفس الطريقة. بجيب القالب بتاعي مبطناه طبعا بورق من الزبدة، وبعد كده ببتدي انزل بشويه وشويه. وعلى فكره لو حابه تحطي الخليط الابيض كله وتيجي في النص تنزلي بالخليط الشوكولاته او الكاكاو، وتبتدي بالخله بتاعتك تعملي كده زي حركات دائريه، بيطلع برضو في منتهى الجمال. مش عايزين اي تعقيدات ولا عايزين ناخد وقت كبير واحنا بنعمل حاجه حلوه في المطبخ. الفرن بتاعي مسخناه على درجه حراره 180 اثناء ما انا بشتغل. عايزه اقول لكم معلومه مهمه، ما بدخلش الكيك على فرن سخن قوي زي ما بدخل المعجنات والفطير وكده، لا، الكيك لازم يكون درجة حرارة الفرن متوسطة. لو دخلتيه على فرن سخن قوي اللي بيحصل ان الكيك من بره بيتغير لونه وكأنه استوى، لكن هو من جوه بيبقى ني. تمام، فدرجة حرارته تبقى متوسطة. بعد كده بجيب شوية من الشوكولاتة، شوكليت شيبس بقى، شوكولاتة عندك تقدري تحطيها فوق الوش ودي حاجة اختيارية تماما. شوية من المكسرات اللي انت عايزاه، خبطتين وعلى الفرن هياخد منك نص ساعة وهتطلعي احلى ماربل كيك. وكالعادة هنقلب مع بعض الكيك عشان اوريكم شكله من تحت عامل ازاي. وكالعادة برضو مش بصبر لغاية ما بيبرد وبقطعه معاكم وهو سخن كالعادة مستعجلة. جربي الوصفة واعملي التراكس اللي قلتلك عليها وهتطلعي احلى كيك. وبس كده.